بجد قضية مروة يسري اللي هي بتدعي إن هي مروة بنت الرئيس محمد حسني مبارك. أنا شفت فيها كمحامي عجب العجاب. هيئة دفاع أولى، هيئة دفاع تانية، تنحى هيئة الدفاع الأولى، اعتذار هيئة الدفاع التانية، بيان رقم واحد، بيان رقم اتنين، بيان رقم تلاتة، المتحدث الإعلامي باسم هيئة الدفاع. وفي الآخر البنت يكون عندها جلسة امبارح ومحدش يحضر معاها من كل هيئات الدفاع. ما شفناش أي حاجة مهنيا في موضوع مروة إلا مرافعات وفرقعات وبيانات من ورا كاميرات الموبايل، لكن شغل فعلي في المحكمة بلح. ما بين محامي اعترض على حضور المحامي التاني ومحامي يقول أصل أنا استشعرت الحرج بسبب تصريحات وفاء عامر. ايه علاقة هذا بذاك؟ دماغنا هتضرب. ارحمونا. تحياتي.